مرحبا، رح نساوي اليوم معالق شوكولا. رح يلزمني شوكولا بيضة مع ملون غذائي خاص بالشوكولا. أنا مستعملة اللون الزهري، أو إذا بتحبي ممكن تشتري شوكولا ملونة وجاهزة. رح يلزمني قلوب سكرية أو أي زينة أنت عندك إياها بالبيت مثل الفورماسيلا. أنا عندي القلوب السكرية ملونة، بدي اللون الأبيض والزهري لأنه بتناسب مع لون الشوكولا اللي عندي. رح أدوب الشوكولا على البخار أو البان ماري وأحركها كتير منيح لبين ما تدوب كل الشوكولا. بعدين بدي أصبها على معالق الشوكولا. بدي أصب معلقتين أو 3 معالق. بعدين بدي أحرك المعلقة بطريقة لطيفة ليطلع منها الهواء، أي فقاعة هواء. وبعدين بدي أزينها بالفورماسيلا أو بحبيبات السكرية اللي عندي. هاي الفكرة كتير حلوة لحفلات البيبي شاور أو المواليد أو لحفلات الأعياد الميلاد. ممكن أغير اللون اللي بتناسب مع حفلة العيد الميلاد أو الفكرة اللي بدي إياها. رح أعمل سكر ملون، بدي أستعمله كقاعدة مشان أثبت عليها معالق الشوكولا. السكر الملون استعمالاته كتير كتيرة في الحلويات. رح يلزمني سكر أبيض، ملون غذائي وشوية مي حسب نوعية الملون الغذائي. رح أخلط السكر مع الملون الغذائي وأحرك. هلأ في أحيانا ملونات غذائية قوامها أو أساسها مائي، فما في داعي تحطي مي. أنا اللي مستعمل الملون الغذائي قوامه جل وكتير سميك، مشان هيك بدي أحط نقطة من الملون الغذائي مع معلقة كبيرة من المي، وأحرك بالشوكة تقريبا حوالي دقيقتين لبين ما يتلون السكر.